الأسطورة توماس إديسون مخترع اللمبات. فيديوهات التنمية البشرية بتاعت لو فشلت 99 مرة هتنجح في المرة ال100، وياخدوا لك بقى توماس إديسون كدليل على صحة كلامهم. بس الحقيقة غير كده تماما. توماس إديسون واحد من أسوأ أصحاب الأموال في التاريخ كله، لكن أمريكا بتسوق إن هو لولا ما كانش العالم هيتطور، وده لأنه بينفذ نفس المنهج اللي أمريكا خدته عشان تبقى رقم واحد. طب إزاي الكلام ده بقى؟ توماس إديسون اللي متسجل آلاف الاختراعات باسمه ولا يعرف عنهم أي حاجة، ولا اخترع الأستيكة حتى. امال كان بيعمل ايه وازاي متسجلين باسمه؟ الراجل ده كان غني جدا وفكر يسوق ثروته دي بطريقه جهنميه شويه، وده عن طريق ان هو يروح يشوف العلماء والاشخاص اللي عندهم اختراعات ويعمل لك زي حزلقوم في بحث الترتلايت، ويقول له هديك قرشين حلوين بس علي الاختراع بتاعك ده وانا اللي هطلعه لك للنور وللعالم. وبالفعل كان بيعرف يقنعهم بكده. الراجل يديهم القرشين من هنا وياخد الاكتشاف ويجري يسجله باسمه من هنا، ويقول لك شوف يا جدعان انا اخترعت ايه، شوف انا جبت ايه للبشريه. شايفين العبقريه اللي انا فيها؟ قبله كان في لمبات عادي الناس بتخترعها، لكن هو اشترى اختراع اللمبه التجاريه من صاحبها وقدر يوجه الانظار بعيد عن المخترعين والاختراعات بتاعتهم عشان يبقى الاختراع بتاعه رقم واحد على الساحه. وبكده بقى هو مخترع اللمبه قدام التاريخ. وهكذا بقى على كل الاختراعات اللي متسجله باسمه. انتوا عارفين هوليوود دي اصلا اتوجدت ليه؟ الراجل ده كان اشترى براءة اختراع الكاميرا وعمل اول استوديو في امريكا وسماه ماريا، واللي يحب يستخدمه في عمل اي فيلم يدفع له مبالغ ضخمه ويعمل اللي توماس عايز. وبعدين المصورين وصناع الافلام ما بقوش قادرين على التكلفه اللي هو عايزها ولا قادرين على تحكماته فيهم، قاموا خدوا بعضهم كده بربطه المعلم ومشوا على النص التاني في امريكا وعملوا هوليوود واللي احنا عارفينها دلوقتي وبتبهرنا بافلامها. نفس الكلام ده بقى كان بيعمله مع تسلا، وعشان كده بقى بيتصدر له ان هو افضل مخترع في العالم مع انه في الاخر حرامي.